السلام عليكم ورحمة الله. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومرحبا بإخواننا في مخيمات سندوف على أرض الوطن الواحد الموحد، ومرحبا بإخواننا من أرض الجزائر الشقيقة في بلدهم الثاني المغرب من طنجة القويرة. دعا الملك محمد السادس حفظه الله أخاه عبد المجيد رئيس دولة الجزائر الشقيقة إلى حوار صادق لتجاوز الخلافات وبناء علاقات أخوية جديدة. نسأل الله أن ينتهي هذا الخلاف بين الإخوة وتفتح الحدود بينهما ويتحد شملهما، وأن تنتهي هذه الفتنة بين الأشقاء. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وجه الملك حفظه الله نداء صادقا لإخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيح لهم الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم في إطار المغرب الموحد. بصفة ملك البلاد الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة السواسية بين العائدين من مخيمات تندوف إخوانهم داخل أرض الوطن. ومن جهة أخرى، ملك فخامة الرئيس عبد المجيد لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار. السلام عليكم.